بالعكس انا نتحداهم هذا المنبر كنغني حسن منها، اغانيها هي ما بالك الاغاني والستيل ديالي. واخا النقاش نعم. ما بغيناش ياخذ ابعاد كبر من هذه. لا غياخذ ابعاد، هي اللي خدات الابعاد كثر لدرجه وصلت بهم الجرأه. الامور خطيره علاء، امور خطيره اللي كتعلق بالمجتمع ديالنا. انا بعدا نهضر على الطليق ديالها اللي صيفطوه ليا، دعا فيا بعدا. شنو وقع مع طليق؟ الطليق ديالها دار واحد اللايف ولا قبط فيديو في الطوموبيل وجيب يا فمو وقول ما خلى ما قال ناديه سير الله يعطيك حبوبه في القلب. انا والله ما ندعي فيه، انا ما عمري غنزل داك النيفو ديالهم. انا بركه غير الدعاوي مهمتي اللي دعات فيه الوالد ديالي خوالاتي. اقسم بالله الجمهور في الزنقه كيقول لي فلان راه دعا فيك بنيتي، الله يعطيه ويعطيه داك الشيء اللي بغى لك. ولكن خصنا نفهموا واش هاد الناس كيعنيوك انت؟ كيعنيوني انا، كيعنيوني انا بهذا المنطلق هذا راه كيعنيوني انا، وانا راني واقفه لهم في الحلق هنا. كيعنيوني انا باش انا كنقول لك ما بغيت حتى واحد يتهرس، انا ما عمر ما يهرسوني، بالعكس انا هادشي زادني قوه. السيد كان خصو يبقى بعيد على الامور الفنيه. حنا انتقدنا الموضوع، انتقدنا البرنامج، ما عيبنا حتى واحد، ما تنمرنا على حتى شي واحد، ما عايرنا شي واحد لا متفاعل. الحمد لله هضرنا على القرايه، الانسان ما قاريش الموسيقى، ما ظهرش المعهد. ولكن تعجبو كنظن انه قاريه فيت الباك. انا ما كنهضر شوف، انا هضرت على ما قاريش. الانسان فاش بدا كيهضر بواحد المصطلحات غير فنيه نعذرهم، لان الشيوخ في واحد الوقيته كانوا يستعملوا شي مصطلحات اللي كان الانسان ما دارش المعهد، ما عارفش المقامات، ما عارفش بزاف د الحوايج. انا لدابا واخا قريت السولفيج، ولكن مازال لدابا كنتعلم من ناس. ناديه غير باش نكونوا محضر خير، اليوم انا غنشهد لك الشهاده ديال الحق. راه ما يمكنناش ناخذوا موقف من فنانه وانت كتعرفين لا تعجبوا لها اسمها في المجال، ما يمكنناش ناخذوا موقف بهذه السهوله لانه ظنينا لانه داك الكلام كيعنينا. شكون قال لك انه لا تعتبر بنتها ساميه كانوا كيعنيوا الفنانه ناديه العروسي؟ الناس كانوا كيديروا لي كيطاغيوني في الفيديوهات، ناديه راه كيهضروا عليك. انا راه ما كنكونش متبعه بحكم الخدمه، كيكون في الاستوديو يعني فاش كنشوف واحد الطاق ضروري كيخرج لي شي حاجه كنشوف. الطليق ديالها خرج كيقول لهم لابسه الجاكيت ديال 60 درهم. دابا هذا واش ما كيشكلش خطوره على المراهقين وعلى وليداتنا؟ الخطوره فاش كتجلى؟ دابا انت عندك البنيته ديالك مراهقه، ولدك مراهق، الامكانيات ديالك على قد الحال، باغي تشري لهذا ولدك الجاكيطه ب 60 درهم. منين غيشوف بحال هاد النماذج خارجين بهاد الفيديوهات وكيعايروا الناس اللي كيلبسوا 60 درهم، واش بنتك فاش تبغي تشري لها 60 درهم غتبغي تلبسها مسكينه؟ غادي تتعقد تقول لك نو بابا غيضحكوا عليا، ما نقدرش نلبس لك الجاكيط 60 درهم، غتولي حتى الجاكيطه ب 200 درهم والله لا لبستها لك. هذا النقاش نقدروا نقولوا على انه جا في السياق الا كان هادشي كيعنيني. ولكن حنا اللي تنهضروا على شي حاجه انت خاصه بك، واش هاد الناس قلقوك بشي حاجه كتعنيك انت؟